تعليق أقفال الحب على شباك الجسور عادة يقال أنها بدأت في أوروبا. العاصمة الفرنسية في 2008 زين جسر الفنون فيها بأقفال الحب والمكتوب عليها أسماء العشاق والتاريخ الذي علقت فيها. ويبدو أن هذه العادة رمت برياحها في الجزائر، وبالتحديد في جسر تيليمني بالعاصمة، والذي كان في وقت سابق مكانا للانتحار. إلا نقدروا نقلدوهم في حاجات يعني des bonnes choses, pourquoi pas, علاش لا. On a décidé de faire changer les choses à partir de ce pont qui a longtemps porté un nom d'horreur pour un nom meilleur qui est l'amour. كنا يعيطوا له بكري لو بون تاع لي سويسيد، اليوم لا نقولوا لو بون تاع لي زامورو، l'Algérie notre amour. هي الأولى من نوعها، والمؤكد أنها غريبة عن مجتمعنا الجزائري، بل الأصح هي عادة لا تمثل ديننا الحنيف. هذه العادة من أسخف العادات ومن البدع المنكرة. إذا حابين يبدلوا المعنى الجسر كان الشباب ينتحر فيه ومن بعد ولاو يمارسوا فيه معاني الحرام وهو التعهد على الحب الحرام، هذا ماشي من تغيير المنكر. ما هو تغيير منكر؟ ما هو التغير من عادة سيئة إلى عادة حسنة، وإنما أنا أظن من عادة سيئة إلى عادة أسوأ. ولعل الحب ومحو ذكرى المنتحرين لا يستدعي قفلا فوق شباك جسر، بل يحتاج إلى وعي ورباط أشد من هذا، ألا هو إيمان العبد بربه لا غير.